السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي هنا وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. طبعا يا حبيبي، هتعملي ايه يا ام اسلام؟ هعمل معاكم النهارده طبق الفول. طبعا انتوا عارفين ان طبق السحور طبعا ما ينفعش من غير طبق السحور، من طبق السحور ما ينفعش من غير طبق الفول طبعا. عفوا. طبعًا انتوا حاجة سهلة وبسيطة خالص، بطريقة سهلة وبسيطة خالص يا حبايبي. وبمكونات سهلة وبسيطة خالص طبعًا. ويا رب يعجبكم، بس يا ريت تخليكم معايا وتسمعوا الفيديو معايا للآخر يا حبايبي، زي ما انتوا شايفينه كده. وطبعًا بقى يا حبايبي، اللي أول مرة يشوفنا يا ريت يشترك لي في القناة ويفعل زر الجرس ويختار كلمة الكل، عشان يوصل له كل جديد يا حبايبي. وطبعا ما تنسوناش باللايك الجميل بتاعكم طبعا. انتوا طبعا مشرفيني والله، وشكرا طبعا لكل حد يكتب لي تعليق كويس، وكل حد يعمل لي لايك، وكل حد يشترك لي في القناة. انتوا طبعا منوريني والله ومشرفيني ومنوريني وعلى راسي من فوق. تمام يا حبايبي. وكده طبعا بقى ايه، تعالوا نشوف هنعمل الفول بتاعنا ازاي. ده طبعا معانا نص كيلو من الفول البلدي. طبعا انا غسلاه كويس ونقعاه من الصبح، يعني بتنقعي يعني فترة طويلة، اقل حاجة يعني 4 ساعات ولا حاجة، يعني عشان ايه يستوي معاك بسرعة. ده طبعا نص كيلو من الفول وغسلاه كويس ونقعاه من الصبح. هحط بقى ايه مع المكونات بتاعتنا دي، ما شاء الله بتخلي له طعم حلو قوي. طبعا معانا نص كوباية عدس اصفر، ومعانا طبعا رستم كده كبيرة كده مقشراها، ومعانا برضك كوباية من الفول اللي هو المدشوش يا حبايبي، اللي بنعمل بيه الطعمية. ومعانا بصلاية كبيرة، ومعانا قرن شط أخضر كده سبايسي، ومعانا جزراية. طبعا المكونات ديت يعني طبعا انت حسب راحتك طبعا، لو حابة تحط الحاجات ديت، بس هي بتديله طعم ايه، حلو قوي قوي. حابة تحط العدس لوحده، حابة تحط الفول لوحده، ده حسب راحتك يعني. بس انا بحب اعمله بالمكونات ديت بتبقى حلوة وبتديله طعم حلو. لما بيستوي بقى معاكي بيبقى جاهز بقى ايه على طول الاكل وكده، وبيطلع معاكي بقى طعمه حلو قوي قوي، زي بتاع المحلات بتاع الفلافل واللي هي الطعمية يعني والفول. وبيطلع معاكي حلو قوي قوي. وطبعا انا هسويه في الحلة يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. انت طبعا حابة تسويه في الفوالة او القدرة زي ما بتسموها يعني، براحتك يعني. بس انا هسويه في الحلة زي ما انتم شايفين اهوت. انا كنت عاملاه قبل كده في الفوالة يعني، بس ايه، قلت اسويه معاكم في الحلة. ما شاء الله بيبقى حلو برضك، بيبقى جميل وكده بقى ايه. كنت صفيت المية اللي كان منقوع فيها وحطيت له مية نضيفة تاني، وحطيته على البوتاجاز اهوت يا حبايبي ما شاء الله. وبضيف عليه بقى ايه المكونات اللي انتوا شفتوها ديت، العدس والفول والمكونات كلها يعني، وبتحطها كلها بقى ايه مع بعضها، وبتكمريه بقى ايه، بتفضلي سايباه ايه يعني فترة طويلة على البوتاجاز لحد ما يستوي معاكي. هو طبعا عشان انت نقعاه فترة طويلة بيستوي معاكي بسرعة، ما بيغيبش على البوتاجاز. وما شاء الله يعني بتبقى الحباية بتاعته مستوية كده ومليانة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. وطبعا اللي وصل معانا بقى لحد دلوقتي، يا ريت بقى يا حبايبي ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم. اهم حاجة اللايك بتاعكم الجميل يا حبايبي، بيسعدنا والله وبيفرحنا كتير. وكده بخرط اهوت البصلاية بقى، بتخرط البصلاية بتاعتك. تمام يا حبايبي. وزي ما انتم شايفين كده بقى، انا كده اهوت بخرط الفلفل بردك اهوت مع المكونات كلها يعني مع بعضها. والفلفل ده اختياري حسب براحتك يعني، انت حابة تحطيه حطيه، مش حابة يعني براحتك. انا بس بحب احط القرن الشطة، ده بيديله طعم قوي وبيخليها حلو، والجزر برضو. تمام يا حبايبي. انتوا عارفين ان الجزر يعني مفيد حلو او جميل. بحب اضيفه يعني سواء في سلطة، سواء في العدس، سواء مثلا في الفول المدمس، بحب اضيف يعني الجزر ده. وطبعا الجزر فايدته حلوة قوي قوي بصراحة يعني. تمام يا حبايبي. زي ما انتوا شايفينه كده بقى اهوت، كنت حطيت كل المكونات وغطيت عليه بقى، وسبته ايه يتكمر كده ببعضه. هو مش هياخد معاك وقت كتير يعني، انت طالما نقعاه فترة طويلة مش هياخد معاك وقت كتير. وطبعا المكونات اللي انت حطيتها دي كلها بتستوي مع بعضها في قلب الفول يعني، مع كل المكونات بتستوي مع بعضها. تمام.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ويتعاد علينا وعليكم الأيام بخير. والله احنا في شهر كريم وشهر مفترج، والخير كتير والله، بيبقى خيره كتير. ربنا يديمها نعمة علينا يا رب كده، ويحفظها من الزوال، اللهم آمين. وده طبعا بقى كان الفول بتاعنا استوى، وكنت بقى ايه فرست اهوت في الاكياس، احطه بقى في الفريزر عندي، اطلع منه مثلا وقت السحور. وعملت طبق معاك اهوت اوريه لكم. وكمان انت طبعا بقى حابه تفرميه، حابه تسيبيه كده، حابه براحتك. انا فرمته واديته يعني ايه فرمه بسيطه كده في الكبه، حطيته في الكبه وفرمته فرمه بسيطه كده علشان ايه يبقى يعني سهل معايا. وجهزت كمان طبق اهوت، بسم الله ما شاء الله بقى، مع مثلا مع طحينه، مع الزيت الحار، بيبقى له طعم جميل جدا جدا، اكنك انت جايباه من المطاعم بالظبط، زي فول المطاعم والله ما شاء الله. ايه رايكم؟ مع يعني مع طحينه بقى زي ما بقول لكم كده بقى، وعصره ليمونه كده عليه، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، تاكلي بقى منه ما تشبعيش والله، جميل جدا. طريقة سهلة خالص، ومكونات سهلة خالص. وحاجة يعني، هي حاجة يعني أنا عارفة إن إحنا كلنا بنعمل الفول وشاطرين والله، وعارفة إن انتوا كلكم شاطرين. بس أنا حبيت أوريكم الطريقة بتاعتي يعني، والمكونات اللي أنا بحطها في الفول. بتخليه حلو أوي، وبتخليه جميل جدا جدا. وطبعا حابة أشكر حبايبي طبعا بوجودكم معايا في القناة يا حبايبي، ما تحرمش